في مجمل الأحوال. ولكن لماذا هذا الحكم المسبق على أداء مثل هذه المجالس؟ مثلا المجلس الآن، لماذا الحكم المسبق عليه قبل محاولة التفاوض معه؟ يعني البعض قد يعتقد بأنه هذا من منطق أنه المعارضة مرفوضة مهما كانت. لا، لأن جزء من هذه المعارضة لدينا معها تجربة في الثمانينات، ومن يمثلها خاصة جماعة الإخوان المسلمين التي روعت سوريا وروعت الآمنين. وأعتقد من يريد أن يعارض كما تحدثنا جميعا فليأتي إلى أرض الوطن، وأعتقد أن مساحة سوريا تسع لكل المعارضين. لكن أنا أقول لك أي معارضة تكون خارجية لن يكتب لها النجاح، خاصة وأن تركيا تلعب دور سلبي جدا، فلا يمكن لهذه المعارضة النجاح. ومن نحكم عليه نحن نحكم عليه بموجب ما لدينا من دلائل وبموجب لدينا من قرائن. ولكن حتى بعض شخصيات المعارضة التي لا تعتبرونها يعني رهنا بالخارج لم تصلوا معها إلى أي نتيجة. يعني لماذا لم يعني تحادثوها ولم تتوصلوا إلى نتيجة لإشراكها في السلطة؟ تحدثنا منذ زمان أن من يريد أن يعارض فليأتي إلى سوريا، هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، عندما أتى الموفد الروسي إلى سوريا وتحدث مع المعارضة حتى الخارجية، عندما كان يتحدث معها كلها كانت ترفض مبدأ الحوار لأنها تريد إسقاط النظام. إسقاط النظام مستحيل، بل وأكثر من المستحيل، لأن له إرادة شعبية. عدت وذهبت إلى المعارضة التي تقول إنها مرتبطة بالخارج. أنا سألتك، هناك معارضة أنتم تعترفون بأنها غير مرتبطة بالخارج، لماذا حتى معها لم تستطيعوا أن تتوصلوا إلى نتيجة، إلى مشاركة في السلطة على الأقل؟ أبدا المعارضة التي في الداخل نحن نرحب بها ونحن نفتح لها أبواب الحوار، وكل من يريد أن يحاور الحكومة أعتقد أن الحكومة من طلبت، وخاصة عند زيارة الوفد الروسي. لكن يبدو كل جهة لديها أجندة. ثم هلا خاصة الموفد الروسي عندما سأل أشخاص أن يتكلموا باسم أو بلسان واحد قالوا لا، نحن كل إنسان. أنا مضطر لقطع الاتصال، أسمعك بصعوبة بالغة. الإعلام السوري شريف شحادي من دمشق. على أي حال وصلت فكرتك، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. وعلى الرغم من أن هذا المجلس